فقط أن نقرأ القرآن بطريقة صحيحة. لا زال الناس يقرؤون ما ننسخ من آية أو ننسها ناتي بخير منها أو مثلها ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير. باقي كيتسحب لي من الآيات اللي في القرآن، ولا حاجة ما منسوخة في القرآن، كاينش ناسخ منسوخ، حتى حاجة منسوخة من القرآن. والله كيقول لك ما ننسخ من آية، وعلى آخر يقول لك أن الله على كل شيء قدير. يقول أنا على كل شيء قدير باش ينسخ آية في القرآن. على كل شيء قدير لأنه ينسخ آيات في الكون. يا عباد الله، الآيات اللي كانت من قبل تنسخت، ما هي؟ عصا موسى ما بقاتش، باقي الآن عصا موسى ما بقاتش. المسيح الذي كان يبرئ الأكمه والأبرص ما بقاتش. هذه يعني الآية انتهت معه، انتهت. يعني أنت تريد أن تقول أنه لا، المنطقي هو أنه ينسخ عيسى وينسخ وات. هذا اتهام للقرآن، يعني بأنه يقول كلام فارغ. يعني تخيل أنا أقول لك أنه عيسى مات وعصا موسى راحت. طيب شو الفائدة؟ يعني أنا ماذا استفدت؟ يعني تقول لي أنه عيسى مات، طيب يعني ما هي المعلومة التي ستضيفها لي بصراحة؟ ماذا ستضيف لي لو قلت لي أنه عصا موسى لم تعد موجودة؟ نسخت. يعني هو يعرف ما هو النسخ؟ النسخ هو إبطال حكم كان قد ثبت بحكم آخر غيره. ارجع للغة، ارجع للغة. يعني كيف تنسخ بشر؟ يعني نحن نعلم النسخ المعروف للبشر هو أنه يكون عندك مثلا محمد الفايد، أنت تقوم بنسخة طبق الأصل. هذا هو النسخ المعروف للبشر. أما أنه تنسخ، يعني أوكي، أنت قلت أنه ما ننسخ من آية أو ننسها، تتكلم عن عيسى عليه السلام، عنه لا دليل على هذا الكلام، هذا استحمار لعقول الناس. أوكي، أو ننسها، يعني نحن نسينا عيسى عليه السلام، نسينا عصا موسى، نسينا موسى عليه السلام. أنا بصراحة يعني حينما أسمع تفاسير النكرانيين لكتاب الله، والله أحمد الله على نعمة العقل وعلى نعمة السنة بصراحة. سبحان الله، ما من شخص ابتدع أول نهار إلا ووجدته يقول كلام المجانين في آخره. هذا حرفيا كلام مجانين. يعني بالله عليكم، هل رأيتم شخصا يقول مثل هذا الكلام؟ العلاقة الأخوية بين سعيد حصالي ومحمد الفاهد. هو قال محمد مجيد، يعني قال يعني لما يدخل إلى قناتي بيشوف محمد الفايد. ومحمد الفايد هو عمل ضجة كبيرة وهجوم على السنة، أكيد سوف أرد عليه. أليس كذلك أخ أيوب؟ وزيد عليها محمد الفايد يسب كثيرا، ودوما يتهم المخالفين له بالجهل، يتهمهم بأنهم يريدون تغيير الدين، بأنهم هو الذي يقول هذا الكلام، أنه نستحمر عقول الناس. نحن نرد عليه بأسلوبه أساسا. يعني إنسان المفروض يعني أنه متربي، لكن للأسف لا يبدو أنه يعرف التربية. فهو يقول ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير مثلها أو مثلها. المقصود يعني بها الأنبياء. ما هو دليلك؟ إذا تكلمت فالدليل. يعني الآن أنا أضرب لك مثال، يعني بعيدا عن موضوع الصلاة. يعني الله عز وجل مثلا يقول للنبي عليه الصلاة والسلام قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة. الكلام واضح. طيب أنا هنا أسأل سؤال، أين هي الآية التي كانت بالأصل تتكلم على أننا المفروض نصلي يعني على بيت المقدس، يعني في اتجاه بيت المقدس، والآن سنغير؟ اختلاف جذري. لا، واضح الاختلاف الجذري، واضح واضح جدا. على كل، هنالك نسخ واضح في القرآن. يعني هنالك الآية، العديد من الآيات التي تعطيك حكم، ونجد آيات أخرى تعطيك حكم آخر. تنسخ الآية الأولى، تغير الآية الأولى. يعني هو يقول، كيف يقول ننسخ وبعد ذلك يقول إن الله على كل شيء قدير؟ الآية تشرح نفسها بنفسها. ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها. ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير؟ بهذه البساطة. يعني الآية تشرح، الآية بنفسها تشرح ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير. يعني أنت تريد أن تقول أنه لا، المنطقي هو أنه ينسخ عيسى وينسخ وات. شو هذا؟ يعني الآن المفروض كل نبي يأتي أفضل من النبي الذي سبقه. يعني هل من المعقول مثلا أن أقول أن زكريا أفضل من نبي الله موسى، أو أفضل من نبي الله إبراهيم مثلا، أو مثله؟ هل نقول أن الأنبياء العاديين الذين لهم مقامهم طبعا أفضل من أولو العزم من الرسل الذين كانوا قبلهم؟ يعني شوف،
حينما تحرك ذلك الشيء الموجود في جمجمتك ستجد أنه كلام غير منطقي على الإطلاق. نحن الآن نتكلم بالعقل والمنطق الذي أنت تريد أن تقول خلونا نفكر بعقل ومنطق، ونجد أنه كلام غير منطقي على الإطلاق. ثم ما هي مشكلتك مع النسخ؟ شو مشكلتك يعني؟ أنا مش عارف. أنا أريد أن أعلم ما هي المشكلة اللي مأرقاك في موضوع النسخ. أساسا نسخت شرائع، والله لا أعلم. هل هو بسبب، حيقول لك لا ما هو لو قلنا بالنسخ آيات الحرب هذا موضوع مستقل، نحن رددنا على هذا الموضوع وبينا أنه آيات السلم غير منسوخة، هذا موضوع مستقل. أنت لا يمكنك أن تنفي الأصل كله بسبب أمر أساسا مختلف فيه، لا يمكن. الآيات المنسوخة بيكون واضح أنها منسوخة، إما بدليل من الحديث أو من القرآن بيكون يبين لك أنه النسخ وقع. على كل تفضل أخي الكريم. منكري السنة يعني يقولون بأن هم يعترفون، يعني بعضهم اللي تقدر تتكلم معه يقولون بأن هناك شريعة موسى عليه السلام ليست مثل شريعتنا الآن، هي تبدلت. في نفس الوقت يقولون الله عز وجل لا يمكن أن يغير آيات في القرآن الكريم. يعني بنفس المنطق إذا حينما تقول أن الله يعني أنت حينما تقول أنه نغير مثلا في مسألة للذكر مثل حظ الأنثيين، أنت نسخت، وليس نسخ بدليل شرعي وإنما نسخ عقلي، أن القرآن صالح لكل زمان ومكان، إذا هذا الحكم ليس صالح في هذا المكان، إذا هذا ماذا يسمى؟ نسخ، رفع حكم، هذا نسخ أيضا. بيقول لك إيه المشكلة في النسخ؟ وبيقول لك يا لهوي والله أحس يعني أتكلم مع ناس فعليا يعني كأنها تريد استفزازك، هي تعلم المشكلة لكن كأنها تريد استفزازك. يعني مشكلة، يعني الآن سيأتي ويقول لي هل من المعقول أن الله يغير في العقيدة؟ لا، نحن لا نقول أن النسخ يكون في العقيدة. هل من الممكن أن يغير في الشريعة؟ مثل ما كان المسلمين يصلون باتجاه بيت المقدس صاروا يصلون للكعبة، هذا نسخ أو ليس نسخ؟ هذا تغيير حكم ورفع حكم أم ليس رفع حكم؟ مثلما حرم لحم الخنزير، يعني لم يكن محرم بعد ذلك حرمه. الخمر بالأول كان مباح، يعني بين لنا أن فيه نفع وضر، وأنه ضرر الخمر أكثر من نفعه. بعد ذلك أخبرنا أن لا نقترب من الصلاة ونحن سكارى، ولا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى. وبعد ذلك حرمه، لا تقربوا الخمر، يعني في تدرج في الأحكام. الموضوع بهذه البساطة. يعني اللي عنده مشكلة مع النسخ، أنا مرات كثيرة ناقشت الموضوع، مرات كثيرة فتحت حلقة أظن قبل سنة مع الأخ بشير، تقريبا مدتها ساعتين إن لم أكن مخطئ، ركزت فيها في الموضوع بالتفصيل. حتى الأخ محمد مجيد اتفق معي، قال أنه طالما أنه ليس هنالك نسخ في آيات السلم فلا إشكال. يعني بالأخير الموضوع مرتكز حول شبهة، يعني عيب صراحة، عيب أنه بسبب شبهة نحن ننكر شيء موجود وثابت وقطعي في القرآن. طيب تفضل أخي سعيد.